السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين الكرام من مصر وجميع الدول العربية. دمتم ودامت أيامكم بكل الخير والحب والسعادة. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه. معكم أخوكم أحمد الكومي الآمل لتعليم صناعة المنظفات. النهاردة حبيبي هنعمل 30 لتر كلوركس ألوان بالأكسجين، بقوة الأكسجين يا جماعة، حاجة قوة تنظيفية ممتازة جدا، وكمان هيحافظ على ألوان الملابس الملونة. فيلا بينا على طريقة التصنيع. فأول حاجة معانا حبايبي دلوقتي نحط المية بتاعتنا، والمية بتاعتنا بالظبط حوالي 25 لتر من المية، وهننزل على ال 25 لتر من المية. أول حاجة معانا 75 جرام من خل المركز. الخل المركز تركيز 99.9. طبعا الخل يا جماعة ريحته نفسها جدا، هنحطه مع التقليب. الخل هنا يا جماعة ليه دور كويس جدا، هيحافظ لنا على الوان المنتج، وكمان هو اللي هيحافظ على الوان الملابس. في حالة عدم تواجد الخل المركز هنضيف خل العادي بتاعنا اللي في المحلات، ولكن ممكن نضيف ازازة كاملة، لان ازازة كاملة ما تعادل 75 جرام من الخل المركز. وبعد حبايبي كده ما ضفنا الخل وقلبناه كويس جدا، هننزل وراه مباشرة ب 125 جرام من حمض اسيتيك اللي هو ملح الليمون. يبقى 125 جرام ملح ليمون هنضيفه مباشرة ونقلبه كويس جدا. ملح الليمون هيدوب معانا بكل سهولة. بعد ما ضفنا ملح الليمون المواد الحلوة جدا الحمضية اللي هتساعد برضو معانا في نظافة الملابس. وبعد حبيبي ما نزلنا كده بملح الليمون، هننزل وراه مباشرة ب 305 جرام من الصودا السائلة. في حالة عدم تواجد الصودا السائلة هنضيف نصهم من الصودا القشور اللي هي بالبلدي البوتاص. وطبعا هنقلب الصودا كويس جدا. وبعد ما نزلنا بالصودا حبيبي هننزل دلوقتي ب 500 جرام من حمض السلفونيك. طبعا هنضيف السلفونيك مع التقليب الجيد. السلفونيك ايضا من المواد الفعالة والممتازة جدا في النظافة. وبعد ما نزلنا بكمية السلفونيك كلها نقلبها كويس جدا. وبعد حبايبي ما ظبطنا نزلنا بالسلفونيك وقلبناه كويس جدا، نيجي دلوقتي لاهم نقطه وهي ظبط البي اتش. اهم حاجه ناخد بعيد عن الرغوه، اي مكان ما فيهوش رغوه، ونبدا نشوف البي اتش بتاعنا. كده حبايبي البي اتش 5 والحمد لله. تعالوا نقارنه بالدفتر. كده 5 بالظبط اهوت، هو على رقم 5 مدي سنه بسيطه جدا على يعني قالب على رقم 6، ولكن عادي 5 ونص يعني مش هتفرق. بس افضل حاجه دي 5 بي اتش 5. ليه بي اتش 5 مش 7؟ هنا الاكسجين حبيبي بيعيش في وسط حامضي، فلازم نخلي الوسط سن حامضي عشان يعيش الاكسجين وما تكسرش الجزيئات بتاعته. فلازم نظبط البي اتش على 5 عشان يكون الوسط المتعادل ومظبوط للاكسجين. وبعد حبايبي كده ما ظبطنا البي اتش بتاعنا على بي اتش 5 عشان الاكسجين، دلوقتي هننزل بنص كيلو بالظبط من الاكسجين، الهيدروجين بروكسيد ده اسمه العلمي، الاكسجين مع الاكسجين. هننزل بيه مباشرة مع التقليب الجيد. نخلي بالنا يا جماعه الاكسجين مضر جدا للبشره، فنحطه بحذر ما يلمس بشرتنا. بعد ما ضفنا الاكسجين وقلبناه كويس جدا،
هننزل وراه ب 250 جرام من التكسابون. التكسابون هيتزود لنا من رغوة المنتج، وهي مادة فعالة أيونية. هنضيف طبعا التكسابون على البرميل مباشرة، لأن هنا المنتج سايل فبسهولة هدوب معايا التكسابون. وكل ما كانت كمية المادة السائلة اللي أنا بدوب فيها التكسابون كتير، كل ما هيدوب معايا بكل سهولة. هضيف التكسابون وأقلبه كويس جدا. طبعا اقلب التكسابون كويس جدا حتى تمام الذوبان يا جماعه، عشان ما يرصفش معايا ويبقى الجزء اللي في الاسفل هو اللي استفاد منه فقط من المنتج. نقلبه كويس جدا ونرجع لكم تاني. وبعد ما ضفنا التكسابون وقلبناه كويس جدا، نستنى لما الرغوه تهدى شويه ونرجع لكم تاني. وبعد يا حبايبي ما المنتج بتاعنا الرغوه بتاعته هدت كده، نكمل دلوقتي ميتنا للاخر. وبعد ما نكمل ميتنا للاخر دلوقتي حبايبي هنحط اللون بتاعنا. طبعا هنحط هنا اللون الاحمر، اللون على حسب الرغبه، عاوز كمان تزوده تغمقه تغير اللون، دي حاجه ترجع لك. بعد ما حطينا اللون نقلب المنتج كويس جدا. وبعد ما قلبنا المنتج كويس جدا، دلوقتي يا حبيبي نحط اخر حاجه معانا، وهي 50 جرام من الماده الحافظه اللي هتحفظ لنا المنتج لفترات. طبعا هنا ما ينفعش فورمالين، هنا لازم تكون ماده حافظه تنفع الوسط الحامضي. هنا هنستخدم مثلا بيكرول او برماتول او بنزوات الصوديوم، دي كلها مواد تنفع للوسط الحامضي. بعد كده هنقلب المنتج كويس جدا. نشيل الرغوه دي ونرجع نوريكم المنتج. وكده يا حبايبي المنتج بتاعنا انتهى، ده المنتج النهائي بتاعنا. ده بسم الله ما شاء الله منتج ممتاز جدا يا جماعه. دلوقتي المنتج ده هيحافظ على الالوان بتاع الملابس، وكمان هيبقى بقوة الاكسجين، حاجة روعة، حاجة ممتازة ان شاء الله، والطريقة سهلة وبسيطة. يبقى كده المنتج بتاعنا انتهى، وده الشكل النهائي. طبعا لو عايز تحط ريحة، الريحة هنا اختياري، انا هنا مش محتاج احط ريحة، الزبون ما بيحبش ريحة هنا على الكودريكس، الزبون طالب كده خلاص، عودته انا اصلا على كده. فانت لو حابب تحط ريحة حط لك مثلا 50 جرام اي ريحة زيتية تعجبك. في النهاية لو عجبك الفيديو اعمل اعجاب بالفيديو واشترك بالقناة وفعل الجرس حتى تصلك كل ما هو جديد من اخوكم احمد الكومي. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهم حاجة حبايبي دعوة حلوة من القلب، لان احنا بنعمل ده كله علشان صلاح دعاكم، فما تنسوناش من صلاح دعاكم والدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة. والى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله. السلام عليكم.